مساء الفل واهلا بيكم لحلقه 11 للعداله وجه اخر اللي بتبدا جوه المصنع. ورجاله مراد واخدين عمر وداخلين بيه وبيقولوا له لقيناه بيراقبكم وبيصوركم. فؤاد بقى اتفاجئ واتصدم، وفي نفس الوقت مراد افتكر ان فؤاد هو اللي جايب عمر علشان يصور كل اللي بيحصل صوت وصوره. وعمر بنظراته بيترجى فؤاد يطلعه من الحوار ده، وبسرعة قال إن عمر يبقى المعد بتاع البرنامج، وإنه هو اللي طلب منه يمشي ورا عصام علشان يعرف هو رايح فين وجاي منين، ويعرف إيه اللي وراه بالظبط. وإذا كان على عمر فده مضمون جدا، ومستحيل يفتح بقه بحرف من اللي سمعه ولا اللي شافه، وموبايله هنمسح كل اللي سجله. لكن مراد بقى عنده رأي تاني خالص، لا عمر ولا التليفون هيخرجوا من المكان غير بعد عصام واللي معاه ما يخلصوا اللي اتفقوا معاهم عليه. فؤاد قال له أضمنه برقبتي، سيبه يمشي وخلي التليفون معاك زي ما هو. هما في الطريق بقى عمر بيقول لفؤاد اتصدمت فيك، مش هسكت ولازم اكشفك للناس واعرفهم حقيقتك اللي مداريها حتى لو ما كملش الكلمة. وخلاص مفيش عمر، راح عمر. والغريبة انه ما بلغش، وفجأة العربية بقت فاضية، وهو بقى بينظف كل مكان فيها وبيشيل اي طرطشة هنا ولا هنا. انما تفتكروا التنظيف بمناديل حاجة زي دي يبقى كافي؟ والأغرب من كل ده إنه عمل نفس اللي ابنه عمله بالظبط. نروح بقى الاسم، عصام وعبد الشافي رايحين يعترفوا، ودي برضو ملعوبة بغباء. أصل العادي إن في حد بيعترف على التاني، إنما الاتنين رايحين مع بعض علشان يقولوا قال إيه إن عبد الشافي كان رايح يقلب الفيلا، ولما ميرنا شافته، طبعا انتوا فاهمين بقى، وعصام هو اللي شافه وهو خارج يجري من الفيلا. الضابط طبعا ما اقتنعش بولا كلمة من اللي قالوها، ما هو كلامهم ما يقنعش طفل صغير. وفؤاد بقى قلقان طبعا جدا، بيزور داليا يطلب منها ما تتكلمش خالص، لكنها مش طايقة تشوفه ولا تتكلم معاه. وبعد شوية بيشوف مراد اللي بيطمنه، خلاص اللي احنا عايزينه حصل، ولادنا هيطلعوا منها بمنتهى البساطة. لكن فؤاد بيزعق فيه ويقول له مش عايز اشوف وشك تاني بعد اللي عملته، يقصد طبعا اللي عمله في عمر. وفي نفس الوقت يوسف موجود وشايف مامته، لكنه مصدوم فيها لدرجة انه عمل نفسه مش شايفها. حزنها على رد فعل يوسف أكبر من حزنها بكتير على اللي ممكن يحصل لها بعد اعترافها. داليا بقى طلعت من عيلة كبيرة قوي، بس باباها مسافر، اتصل بالمحامي وراح لها على طول، وبيقول لها انه هيفضل جنبها لحد ما باباها يجي من السفر. قالت له انها قالت كل حاجة ووجوده ملوش اي لازمة ومش هيغير حاجة، وبتطلب منه انه يمشي، لكنه طبعا مصمم يحضر معاها. قالت له ان هي ممكن توافق على وجوده في حالة واحدة بس، لو ضمنت انه هيخرج يوسف من الموضوع ده خالص. قال لها ما تقلقيش ان شاء الله هيحصل. وفؤاد بقى منتظر طارق علشان يعرف الجديد بعد عصام وعبد الشافي ما اعترفوا، ومن غير ما ياخد باله قال معلومة على عبد الشافي محدش يعرفها غير طارق. فهم على طول ان فؤاد ليه علاقة مباشرة بالكلام اللي قالوه، فبصله وقال له كلامهم مش منطقي ومفيش دليل عليه، بالظبط زي اعتراف داليا مفيش عليه اي دليل. طارق بقى بيطلع على اقوال عصام وعبد الشافي، وبيقول لزميله واضح جدا ان حد محفظهم كل الكلام اللي قالوه ده، وباينه زي الشمس. وداليا بتطلب تتكلم مع طارق، اللي بيقول لها وكيل النيابة مش مقتنع بولا كلمة من اللي قلتيه، وانا مش فاهم انت فؤاد بتعملوا كده ليه؟ انت تعترفي على حاجة ما عملتهاش وهو يجيب واحد علشان يشيل الليلة، انتوا ليه بتعملوا كده؟ كل الأدلة بتقول ان يوسف هو اللي عملها، وانت مفيش ولا دليل على كلامك. قالت له مين قال الكلام ده؟ الدليل موجود، والمقصود في مذكرات ميرنا يبقى فؤاد مش يوسف، ولو مش مصدق اعملوا تحليل دي ان ايه وهتتأكد من كل كلمة قلتها، وهيبقى دليل على الإدانة وفي نفس الوقت براءة يوسف. وندى بتحاول توصل لعمر، تليفونه مغلق، مسكينة ما تعرفش ان خلاص ما بقاش فيه عمر. تعالوا بقى نشوف فؤاد هيعمل ايه علشان يبرأ ابن يوسف. وفي نفس الوقت
أدان مراته داليا لأنه عرض الفيديو اللي هو الدليل الوحيد ضدها اللي كان معاه، وما عرضوش بس علشان يبرأ ابنه، لا ده عرضه علشان يكسب تعاطف الجماهير ويكسب تعاطف الناس كلها، لأنه بيعترف على الهوا اعتراف في منتهى. تعالوا نشوف قال ايه. اصل هو عارف ان داليا كانت هتقول كل حاجة، فقرر بقى انه يسبقها ويكسب تعاطف الكل. وعلى الهوا قال ان هو كان على علاقة بميرنا، وان هو كمان ابو الطفل اللي كانت حامل فيه. الدنيا اتقلبت في القناة، الكل مصدوم فيه، وخصوصا ندى، اصله كان مثل اعلى وقدوة واكتر كمان. اما بقى بابا ميرنا فحالته مش مصدق اللي بيسمعه وهيتجنن، وامها بقى مش مصدقة كل ده يحصل وهي مش على علم وهي نايمة في العسل. وبيطلع جري باباها على بيته وبيقول لمامة ميرنا سمر، بيقول لها انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده، ايه الفضايح دي، كان لازم نمشي من هنا، ملناش عيش في المنطقة دي تاني، سيرتنا بقت على كل لسان، يا ما قلتلك خدي بالك من البنت، يا ما قلتلك ركزي معاها، وانتي تقولي مربياها كويس مربياها كويس، ادي اخرتها مرة مع السواق ومرة مع المذيع ومرة مع ابنه، يا ترى مع مين تاني؟ هي بقى اللي جاي عليها ان بنتها بريئة وما عملتش اي حاجة من دي وبيفتروا عليها. طارق بقى بعد اللي سمعه ما بقاش قدامه غير حل واحد، ورايح علشان يقبض على فؤاد. انما شكري بقى ما هنتش عليه سمر، وبيدخل لها يطيب خاطرها ويصالحها، وانه ما قصدش ولا كلمة وحشة قالها عن بنتهم. وبيوصل طارق عند فؤاد ومن غير لا سلام ولا كلام بيقول له انت ايه، انت ازاي قدرت تغفلني المدة دي كلها؟ بس اقولك برافو عليك، لعبتها حلو قوي. فؤاد بيقول له انا عملت اللي شايفه صح، ويا ريت انت كمان تعمل زي ما انا عملت. طارق قال له ما انا هعمل اللي شايفه صح، وللاسف ما عنديش حل تاني غير ان انا اقبض عليك، ولازم يتحقق معاك بالشكل رسمي، وهضطر اقولك اتفضل معايا. فؤاد بقى بيعلن اعتزاله للعمل وإنهاء حياته العملية، لأنه ما يستحقش المكان العظيم اللي كان فيه كإعلامي، دوره كشف الحقيقة، وبيعترف بتقصيره في حق عيلته، لأنه كان على علاقة ببنت من دور ولاده، غلطة وهيتحمل نتيجتها بقية حياته، بس مش لوحده اللي هيتحملها. وخلصت على كده الحلقة، يا ترى ايه اللي هيحصل بقية الحلقات؟ اشوفكم بخير ومستنيين نشوف مفاجآت اكتر واكتر، ومع السلامة.